في الاير فراير او في الفرن هشوي فلفل احمر وفلفل حار. هحط عليهم الاول شويه زيت ورشه ملح صغيره و15 دقيقه في الاير فراير. كده خلاص هما جاهزين. هشيل كده القشر كله من على الفلفل الاول وهقطعه مكعبات صغيره. هقطع معاه بصله واحده كبيره او بصلتين متوسطتين. هجيب الكبه او المفرمه احط فيها كل الحاجات دي مع بعض، واحط عليهم 5 فصوص توم ومعلقه كبيره هريسه شطه. هفرم كويس جدا كل الحاجات دي مع بعض. عندي هنا كيلو لحمة مفرومة فيها 20% نسبة دهون. هحط عليها الخلطة دي ومعلقة كبيرة فلفل اسود ومعلقة كبيرة ملح، وهعجنها كويس جدا مع اللحمة. ده عيش الحواوشي لما بيكون فريش بيبقى سهل ان احنا نفتحه للاخر كده. هحشي العيش باللحمة، ولو عاوزينه مقرمش ما تزودوش الحشوة قوي، يعني الحشوة تبقى متوسطة لا كتير ولا قليل قوي. دي صينية الفرن بحط فيها كده في الاول زيت، وهو الزيت ده اللي بيخليه مقرمش. لازم تحط شوية زيت في الاول. وهرص كده الحواوشي كله جنب بعضه، وعلى الفرن اخر رف فوق النار على طول، ودرجة الحرارة عالية. اول ما يسخن تضغطوا عليه كده من فوق، تسمعوا صوت التش ده. ايوه كده، هو ده اللي احنا عايزينه. السوائل اللي في البصل والفلفل بتنزل على اللحمة تديها طعم وتسوية اكتر وطعم احلى كتير. هقلبه كده على الناحية التانية. هو ده اللون اللي انا عاوزاه بالظبط. بياخد في الفرن من 15 ل 20 دقيقة وبيكون استوى كويس. جهزت كده شوية طحينة حلوة قوي مع الحواوشي، جربوها. وكده خلاص هو جاهز. بوزعه على اطباق التقديم، ومعاه بطاطس، قليت معاه بطاطس وجرجير وممكن شوية مخلل لو حابين. وطبعا ما ننساش الحاجة الساقعة عشان ترطب على القلب. ودي كده اظبط طعم وخلطة حواوشي هتجربوها. الحواوشي مقرمش قوي من بره، والحشوة اللي جوه طعمها حلو قوي.